بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. مع الذاكرين. أخي المسلم، مزج الله الدنيا بالشوائب وعمها بالنوائب حتى لا تسيغ فيها شرابا ولا تهنأ فيها بعيش، لكي يزعجك عنها ويصرفك عن زهرتها حتى تقبل على الآخرة وتعد لها عدتها. قال ابن عجيبة الحسيني رحمه الله: لو بسطت لك الدنيا لكرهت لقاء الله، فيكره الله لقاءك. ولو بسطت لك العوافي والنعم لركنت الروح إلى هذا العالم، فتبقى دائما في عالم الأشباح. والمقصود منك هو الرحيل إلى عالم الأرواح، فضيق الحق تعالى عليك هذا العالم السفلي لترحل منه بهمتك إلى العالم العلوي، فهو منه سبحانه إنعام وإحسان، لكنه في قالب الامتحان، فلا يذوقها إلا أولو البصائر الحسان. وربما كان ذلك من حيثيات ابن عطاء الله رضي الله عنه لما قال: علم أنك لا تقبل النصح لمجرد القول، فذوقك من ذوقها ما سهل عليك فراقها. كثير من الناس لا يستجيبون لهاتف التذكير ولا لما يأتي به النذير، بل إن كثيرا من أهل العلم والفهم يسمعون القرآن يقرعهم عليها ويحذرهم من غرورها وهم غائبون، كأنهم في غمرتها لا يسمعون. فلما أراد سبحانه أن يصطفي لحضرته من شاء من عباده نغصها عليهم وشدد عليهم البلاء والمحن، وأجرى على ظاهرهم مواقع الفتن، كل ذلك عناية بهم ليذوقوا مرارة باطنها فلا يغتروا بحلاوة زخرف ظاهرها. سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها،
واهتموا بآجلها حين اهتم الناس بعاجلها. روي أن الرشيد قال يوما لابن السماك: عظني يا ابن السماك. فماذا بيدك يا أمير المؤمنين؟ شربة ماء أهم أن نشربها. توقف عن شربها حتى أسألك، لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ نعم. يا أمير المؤمنين، لو شربتها وحبست عن الخروج أكنت تفديها بملكك؟ نعم. لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. روي أن أبا العتاهية مر بدكان وراق، وإذا بكتاب فيه: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. لمن هذا البيت؟ لأبي نواس. ما أحكمه وأصدقه، وددت أنه لي بنصف شعري. اللهم إني أسألك بالعزة التي لا ترام، والملك الذي لا يضام، والعين التي لا تنام، أن تجعل في أمورنا فرجا ومخرجا حتى لا نرجو غيرك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت